بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم على اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله، اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. يا صباح الفل على عينكم، يا صباح العيش الطازه، يا صباح الجمال، يا صباح الخير في البيت، وربنا يزيدكم من نعيمه. ونبدا بسم الله. هنعمل البريوش او العجينه الهشه او العجينه القطنيه او العجينه الناعمه الطريه، اي اسماء من المسميات دي هي تمشي معاها. كل ما في الموضوع هتعملها بقى للفطار للعشاء، بسم الله ما شاء الله بتبقى جميله جدا جدا جدا. سواء هتعملها خليه نحل طبعا بالجبن او حلويات اللي انت عايزاه، سواء هتعملها بريوش عادي، سواء تعمليها كعك كده زي ما احنا هنعمل. هنجدد بقى في الاشكال. انا عملت معاكم كتير مخبوزات قبل كده، هنجدد ونقول لكم زي الدونتس كده بس بدون آلية بدون اي حاجه، هيبقى ما شاء الله معاكي زي الفل. كل اللي عندنا معانا طبعا كيلو دقيق اهوت منخول ما شاء الله زي الفل. معانا لبن، الحليب عشان في ناس بتقول اللبن ده اللي هو الرايب. يا جماعه احنا الفلاحين بنقول عليه لبن. فعلا في ناس ده حليب ماشي، يبقى حليب، لان اللبن التاني اسمه لبن زبادي. تمام، يبقى معانا دقيق، معانا حليب. عندك وش لبن حطي، عندك علبة زبادي حطي، عندك اي حاجة، المهم تدعمه وتخليه هشة جدا وطرية وتخليه كويسة وزي الفل. ماشي زبادي، بس انا بقضي باللي عندي الحقيقة. انا عندي وش اللبن اهوت بسم الله ما شاء الله بيبقى حلو. تمام. عندي سكر، معلقتين سكر، وعندي رشة ملح، وعندي بيكنج باودر، وعندي الخميرة مش هناخدها كلها. لو انت عايزة ايه هتطولي في التخمير، لكن لو وقتك قصير وكده كده اصلا في شتاء وحاجات من دي، يبقى هناخدها سواء قطعة او قطعتين على حسب طبعا على ايه اللي عاملة كام كيلو. والبيض انا نسيته، ثواني كنت هنسى البيضة كتير. لا يا جماعة انا النسيان ده هيهبلني كتير، بنسى اصلا. يبقى بيضة ده لازم اساسي، اساس البريوش او العجينة القطنية الهشة الطرية. البيضة مع لبن الزبادي او مع وش اللبن او مع عندك علبة قشطة ماشي، بيبقى ما شاء الله زي الفل. بس البيضة بتكون بدرجة المطبخ، يعني مش تجيبها من التلاجة عشان تبقى متساهلة معاكي. وطبعا كده كده انا بحط لها معلقة خل عشان الروايح. لو هتعمليه حابة تحطي نقطة فانيليا ماشي، بس عشان نعمله حلو وحادق فالخل يغني وما شاء الله بيخليها هشة وجميلة. كل ما في الموضوع انا جهزت المكونات. طبعا انا عجنة عشان الوقت هجيبكم بقى للعجين ونكمل مع بعض، خليكم معايا. وادي العجينه اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله حلو جدا جدا جدا. هي العجينه بتبقى اللي هي الطريه شويه، لان دي العجينه الهشه ماشي، لازم تبقى كده. بس طبعا في نفس الوقت ما بتبقاش لا سايله قوي ولا عامله قوي، يعني بحيث لما تقرصيها اهيت بسم الله اها بتلميها كده وما شاء الله بتبقى زي الفل اها. هي طبعا ايه ايد نظيفه، مش بتلزق في الايد ولا حاجه، بس في نفس الوقت بتبقى طريه، مش اللبسه او اليابسه او الجافه، لا، لانها طبعا دي العجينه القطنيه الهشه او العجينه الناعمه زي ما في ناس بتقول. ايا كان هي ده اسلوبها وده وصفها. نكمل بقى ان شاء الله. هي ما شاء الله بقت حلوه جدا زي ما انتم شايفين. انا جبت ده بسم الله. ده يا بنات اللي كنت عاملاه معاكم طبعا قبل كده كتير يعني، بس كان ايه السنه اللي فاتت. ده بيبقى بتاع ايه الكوب كيك، بس اللي هو الايه الستيل، فهو حلو جدا. انا بعمله كده. طبعا انت بتعملي المساحه بتويميه لان لسه طبعا هيخمر ويرتفع. حابه تحشيه جبنه احشيه جبنه. انا عندي اتنين، هعمل ده وده. هعمل واحد ساده وواحد عادي، واحد ساده وواحد محشي جبنه، بس هو بيبقى حلو جدا جدا جدا. هكمل بقى مع بعض. تقرصته بتبقى الصغنطوطه دي لان انت بتسيبي مساحه، لانه بيعلى جدا جدا، زيه زي عيش الكايزر، زيه زي اي حاجه، اي عيش، العيش الفين والكلام ده لازم تسيبي له مساحه. تمام. هكمل بقى بسم الله تقطيع ونشوف. وادي خلصت اول واحد كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله بدأ يرتفع معايا. وادي التاني ده انا جبت الجبنه عشان احشيه جبنه. تمام. وطبعا عشان اميزه اللي هو بالجبنه انا حطيت فيه ايه عليه الحبه السودا ده، وده ساده. حابه تحط عليه سمسم حطي، بس انا الحقيقه ما عنديش سمسم، فايه حطيت الحبه السودا اهوت على الجبنه
اللي حابه تعمليه ساده زي ما انت عايزه، بس دي الطريقه بتبقى جميله جدا جدا. الرغيف بينتفخ وبينفش كده، لان طبعا عليه خميره وبيكنج باودر، فالاتنين بيساعدوه جدا جدا ان هو يكون بسم الله ما شاء الله كويس ومنفوش وقلبه فاضي من جوه فارغ، فتحس ان هو مش ملكوم. تاني حاجه الجبنه طبعا بتغذيه وبتخليه مالح شويه، فعلى حسب الولاد كمان بيحبوه، يبقى ساندوتش المدرسه كويس جدا. انا طبعا بقطع من العجين، هكمل بقى بقيه الكميه ونشوف نعمل اشكال تانية مختلفه. وهنا زي ما انتوا شايفين كده عملت شكل تاني بعمله ازاي، ببططها كده زي ما انتوا شايفين ماشي، تقريصه بس تبطيطه يعني بتبطيها بس كده. ومعايا هنا الكوبايه الستيل دي، طبعا ايه اكيد كلنا عندنا منها ماشي تمام. بعملها كده بسم الله اهيت، بحددها بس بتك عليها ايه جامد اهوت بسم الله، وباجي شايله الزيادات تمام. ومعايا القمع بتاع البيتي فور ده اللي هو الايه العادي خالص، باجي عاملاها بقى من النص كده بسم الله اهي، شايفين طلعت في ايدي عادي خالص خالص خالص. دي بتبقى الكحكه اللي هي الطريه الجميله دي، زي ما انتوا شايفين بسيطه، الحاجه بسيطه جدا 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 قدامكم، ما فيهاش اي حاجه. العجينه هي الاساس، العجينه القطنيه الهشه اللي هي بتاعت البريوش، بتاعت اي حاجه، بتاعت المولتو الكايزر، اي حاجه انت عاملاه. على فكره ممكن تعملي المولتو منه عادي خالص، عملته برضه قبل كده، هبقى انزل لكم ان شاء الله اللينكات في صندوق الوصف. انا هكمل بقى من نفس الوصف ده، اهي التقريصه دي بتعمليها وبتبطيها بس، وتعمليها بايه تاني. ادي الكوبايه وادي القمع بتاع البيتي فور تمام. اهو يا حبايب قلبي واحده تانية بسم الله في صينيه تانية اهوت. انت يا دوب بس بتحدديها ماشي تمام، بتشيلي الزيادات حلو قوي ماشي تمام اهو بسم الله. وبتيجي من النص كده وبالقمع الصغنطوط ده، وهي بتطلع معاكي لوحدها اصلا بسم الله اهي تمام. ومعانا هنا القالب ده قالب ألمونيوم عادي ماشي تمام، بعمل فيه برضو البريوش والباتيه وكل حاجه. ومعانا هنا الجبنه، يبقى ادي القالب اهوت عشان يبقى من بعيد هو ده الحجم بتاعه. ومعايا الجبنه هعمل بقى ايه محشي بالجبنه، يبقى عملنا كده ساده ماشي، ده ساده تمام، ولسه ما شاء الله العجين فيها حاجه كويسه يعني. وعملنا اللي هو الكعك ده بسم الله ما شاء الله اهوت زي ما انتم شايفين. وعملنا التاني بس انا حاطاه ايه في الفرن بقى عشان يدفى شويه، وابدا بقى اجهز. المهم ان انا هعمل ان شاء الله الباتيه بالجبنه ده يبقى حلو جدا. اه يا حبايب قلبي كل ما في الموضوع ادي الجبنه باينه اهيت، ان احنا بنعمله كمستطيل ماشي، هي نفس التقريصه دي ونفس الحجم ده، بس بتيجي ماسكاه ايه كمستطيل كده بحيث ان هو ياخد الشكل ده. طبعا لسه هو هيرفع جامد، فانت بتسيبي وعادي لما يلزق عادي، هو اصلا بيبقى كده ماشي تمام، بس انت بتسيبي مساحه من فوق من هنا. لكن بالنسبه للجنب ده لا، هو عادي بيبقى مسطح كده، وبنفس الشكل اللي احنا عملناه في اللي هو الكروسو التاني، هيتعمل كباتيه ككروسو كمنيو كاي حاجه، الكعك بيبقى نفس العجينه واحده. اه زي ما انتوا شايفين كده دي الجبنه ماشي، واهوت عشان برضو بقى استوفيت وقلت لكم على كل حاجه. حشو الجبنه اللي هو الجبنه الدومتي او اي جبنه بقى انت بتحبيها ماشي، ممكن عادي موتزاريلا ممكن رومي اي حاجه انت حباها. وبما اننا عاملينه بالجبنه يبقى نحط برضو الحبه السوداء زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، بتديله نكهه حلوه جدا جدا اهوت بقى بالطول مستطيل كده ماشي، وبياخد نفس التقسيمه وفي نفس الوقت بيرتفع او بيخمر على هذا الاساس، يعني بيبقى زيه بسم الله ما شاء الله. هي بتاخد 6، وطبعا على حسب الحجم اللي عندك وعلى حسب حجم العجينه اللي انت عاملاها. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اهوت ارتفع وبقى حلو جدا 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 ما شاء الله، عامله حجم صغير وحجم كبير اهو. التخمير بيبقى حلو كمان لو عايزه تسيبيه اكتر من كده، لان احنا في الشتاء سيبيه، بس كل ما في الموضوع ان انت لازم تسخني الفرن قبل ما تعملي. استنى اجيبها صايه الفرن، لازم تسخني الفرن قبل ما ايه ما تحطيه بسم الله. فانا طبعا ايه مسخناه اهوت بدون كاتنج كده اهو ماشي، انا مسخنه كويس جدا. هديه بقى مش هسيبه طبعا على الايه على الولعه دي، انا عايزاكم تشوفوا كده
مش بنفس الصهد ده بيبقى على الهادي خالص. بسم الله. وكمان اهوت اللي احنا عاملينه في الكب كيك ما شاء الله، بصوا ارتفع وبقى كويس، والمفروض يتساب شويه كمان، بس الحقيقه انا عايزه انام يعني، فهو كل ما تسيبيه كل ما يبقى احلى. فانا حطيت صينيه من ده وصينيه من ده، وههدي بقى يعني زي ما انتوا شايفين كده، اهدي بقى من ايه الجنب التاني كده. بسم الله. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي ما شاء الله. شايفين ده الباتيه اللي انا عاملاه، اللي انا قلت لكم عليه. بسم الله ما شاء الله، يا اما تقسميه يا اما هو بيطلع كله لوحده، بس عشان طبعا لسه سخن جدا. وادي ما شاء الله اللي هو في الكب كيك ماشي، وادي ده اللي هو بالجبنه، احنا قلنا ده الساده ماشي، معانا نتنطور عليه شويه الحبه السودا، وده ايه اللي بالجبنه ما شاء الله. انا محمراه كويس جدا ده عشان يبقى مختلف، وكمان عشان الجبنه تسيح وتبقى كويسه جدا. وده بقى الكعك، شايفين ما شاء الله حلو ازاي اهوت اهو، يعني جميل جدا جدا جدا. وكمان اللي هو الراس اللي زي ده تمام تحت، بس هو ايه لسه في الفرن. بس انا عشان اقفل الفيديو معاكم، بسم الله ما شاء الله كله زي الفل ما شاء الله اهو تمام، وش وظهر وكل حاجه، وطري جدا. حابه تنشفيه نشفيه، بس انا عايزاه هي العجينه اصلا طريه، هي العجينه تحسه بسم الله ما شاء الله سوفت جدا 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 اهوت ما شاء الله. حلو. افتح لكم بقى واحد. بسم الله. اهو يا حبايب قلبي ماشي، طريه جدا جدا جدا، نفس عجينه البريوش، نفس عجينه الباتيه، نفس الكرواسون. هي العجينه الهشه الناعمه القطنيه ايا كان اسمها ايه، بس المكونات الاساسيه اللي انا قلت لكم عليها. وطبعا الاختراع الفظيع اللي هو الكوبايه والقمع ده جميل ممتاز ممتاز ممتاز، وبسم الله ما شاء الله. حبت بس انا نفسي اطلع لكم واحده، بس الحقيقه هو سخن قوي، هحاول اطلعها لكم. لا الحقيقه لسه سخنه، ما نفعش خالص ان انا اطلعها، بس بسم الله ما شاء الله جميله. والعجينه زي ما انتم شايفين، والشكل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الحاجه قدامكم اهيت زي الفل، حاجتك في بيتك تعمليها وتنميها وكل حاجه. انا بحبكم جدا في الله، ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وجميله زيكم كده. ضمنتم سندوتشات المدارس كده، ضمنتم عشاء خفيف، فطار خفيف مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بلبن ايا كان. ربنا يحلي حياتكم كلها. بحبكم جدا والسلام عليكم.